السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة فنون الرجال المصرية، قناة مصطفى خفاجة. ونرحب بأعزائي المشاهدين داخل مصر وخارج مصر والوطن العربي. إن شاء الله هنتكلم في مسيرتنا عن الصافي المصري. إن شاء الله المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الصافي المزرزر، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على الكشميري. بسم الله. بسم الله وبه نستعين. الصافي الكشميري عبارة عن حماماية صافي، جتة بيضة، دماغ بيضة، دبورة كشميري اللي هي الدبورة الصفراء، بس اللي هي الايه البني، من انواع او مفاصيل الدبورة الصفراء، بس هي طالعة بني، ايه عاملة زي الايه البصلي كده. فان شاء الله هنتكلم عن تكوين الصافي. اول ما هنبتدي ان شاء الله هنبتدي بايه؟ بالعظم. فرد حمام ما شاء الله قاطع اهو قدام منكم، عظمه طالع من نافوخه، دماغه عامله زي كرة البينج بونج، اجداؤه قريبه من عينيه قوي، وعينيه عراقي، وعينيه واخده من نفس لون الدبوره بتاعه الرقبه. فرد حمام ده كويس وتكوينه كويس. في دماغه غشه كبيره شويه يعني، بس ده هنقدر نظبطها في اللقو. اهم حاجه بقى في الصافي ما يكونش فيه دماغ ورا ولا بطحه. هو ده فيه نقره كده خفيفه، بس بالزهره تتظبط مع ايه؟ في الفرخ مع انتايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الجبت على بياض، والرقبه كشميري بتميل للدبوره الصفراء، بس دي بصلي بنقول عليها كشميري، مديها سن ايه على بني. ده بالنسبه للفرد الكشميري. فرد حمام مش مسندق، صندوقه مظبوط كويس. يعني ايه الصندوق؟ الصدر ما بيبقاش عريض زي ما قلنا في الفيديوهات السابقه، ان ورا قدام زي ورا. تبص تلاقي فرد الحمام طالع حته واحده عامله زي ازازه الايه، زي ازازه الحاجه الساقعه. فاهمني؟ تلاقي ايه صدره ميكونش عريض، رجليه قصيره، صوابعه وضوافره تخينه، مفهوش عظم ابيض شمع زي ما انتوا شايفين اهو، ضوافره بيضه، مفهوش اي حاجه، مفهوش اي شواهب. ما شاء الله عظمه طالع من نافوخ اهو، وعنده دماغه مدوره مستديره زي الكره البينج بونج، مفيهاش غلطه. ولون الضريبه طبعا النني الاسود، الارضيه بيضه، القنار اللي حوالين العين من بره واخد نفس لون الدبوره بتاعه الرقبه. دي من مميزات الصافي. انا بحب الحماميه اللي بتبقى عينيها واخده من لون الدبوره، بقدر اشتغل عليها وما بتتعبناش. هتقول لي ليه؟ اقول لك ممكن فرد حمام بدبوره مختلفه، ممكن من دخول الحمام على بعضه ما يظبطش معايا الطوب اللي انا عايزه. هو كله بتاع ربنا، انا بجتهد، احنا كلنا بنجتهد. يعني انا ما بجيش اقول لك هدي ده لده هيطلع لي كذا، لا ده بتاع ربنا، ده الطاجن قلاب. بس انا بحاول ادور على الحمامية اللي فيها دم، اللي هي الحمامية الحرة. طبعا احنا في العصر اللي احنا دي مفيش حمامية حرة دلوقتي، من النادر قوي. واللي عنده حمامية حرة بيبقى قافش عليها بايده واسنانه. طبعا انتوا بتبقوا شايفين الاسعار بتبقى عاملة ازاي. ان شاء الله
في الفيديوهات القادمة نقدر نوفر لكم المحتوى اللي يخلي الناس تستفيد، وبقية الاتياب بتاعت الألوان الصافية. يبقى احنا قلنا ايه؟ المرة اللي فاتت شرحنا على المزرزر الإزازي، النهاردة بنشرح على الكشميري. فرد حمام اهو، دماغه مدورة زي البينج بونج، إجداء قريبة من عينيه، ضرايبه عراقي، الضرايب واخدة من العينين يعني، واخدة من لون الدبورة بتاعت الرقبة. فرد حمام صندوقه كويس مناسب، مش عريض، طوله حلو مش مناسب، الديل مظبوط 12 ريشة، رجليه تخينة ومعقلة. وخلي بالك الصافي من مميزاته ان الجفن بتاعه يبقى رقيق هربان، جفن واحد. الجفن بتاع العين ده يكون لونه خمري اهو زي ما انتوا شايفين، ويكون عينيه ايه؟ جفن رقيق وعينيه هربانه، والجفن هربان. واديكوا شايفين ما شاء الله، ربنا يبارك، ونقدر نشتغل عليه وننتج منه ايه؟ سلالة كويسة تفيد الناس، تفيد الغواي. وان شاء الله هنعلمهم برضو ازاي نلقي الدبورة على الدبورة، عشان ما نطلعش الحمام اللي احنا بنشوفه في السوق ده اللي هيضيع الغاية المصرية. متشكر على ذوقكم وعلى حسن الاستماع، وان شاء الله نقدر نقدم لكم محتوى يفيد الناس، وان شاء الله ربنا يقدرنا وما نخبيش عليكم اي معلومه. يعني ان احنا ربنا بيقدرنا بيها المعلومه اللي بنستفيد منها بنديها للناس، ما بنبخلش على حد بيها، بحيث ان الغايه المصريه تبقى في المقدمه. انا عايز الغايه المصريه تبقى زي زمان. زمان كنت تلاقي الحمام ده اشكال والوان وحمام. زمان كان اللي بيبقى عنده فرد زي ده ما بيديلوش اي انتايه، لو ما عندوش الدبوره بتاعته ممكن فرد الحمام يقعد سنه في الباب قبل ما يجيب له انتايه من نفس لقوه. يعني الحجري كان ياخد حجريه، الازازي كان ياخد ازازيه، كان الازازي ممكن ندخل عليه البنيد الساده. البنيد الساده مش الحجري، البنيد الساده عينيه بتبقى مفسره وبياضه بياض ساطع، بيختلف عن البنيدي ايه؟ البنيدي الحجر ابو عين بكمه ممكن يلففك برضو ايه، تجيب لك عينين مقطوطه وتفضل تدخل على حمام تاني ويلففك. عامة عشان ما نطولش عليكم، ارجو تكونوا استمتعنا بالفيديو، ويكون فيديو خفيف عليكم، ونقدر نقدم لكم محتوى يسعدكم. بس اهم حاجه اللايك والشير عشان الفيديو بتاعنا والمحتوى يوصل لجميع الناس، ويقدروا الغواية يستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.